السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم جراتان الشاورما في الفرن. جراتان سهل ولذيذ وشاورما بطريقة جديدة. كنحتاجو بصلة مقطعة جوانح، كنحمروها، ومن بعد ما كنحمروها في المقلة مع شوية ديال الزيت كنحيدوها، نديروها في يعني نخليوها جانبا، وكندوبو الزبدة في المقلة، نضيفو شرائح الدجاج يكونوا مقطعين رقاق، 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وتتبيله ديال الشاورما، يعني العطريه ديال الشاورما راه كلشي عارفها، راه كتباع في المحلات. ونضيفو شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال البابريكا، ومعلقه ديال الخل. يعني ممكن تضيفوا الخل، كيبقى اختياري، يعني هو كيعطي واحد النكهه وكيطري الدجاج. كنخليوهم هكا، كنقصوا عليهم العافيه ونخليوهم حتى يطيبوا مزيان. من بعد كنكونوا ديجا حمرنا البطاطا، كنقطعوها على 6 وكنحمروها في الفران، ماشي مقليه، محمره. كنديروها في كراط، يعني في الصينيه ديال الفرن، كنضيفوا البصله اللي سبق لينا حمرنا، والدجاج اللي يعني الشاورما اللي سبق لينا حضرناها. كنضيفوا هنايا صلصه الثوم، يعني ممكن تحضروها، يعني ممكن ديروا مايونيز تضيفوا ليه الثومه، وكنديروا جبن مبشور وندخلوه للفران واحد 2 دقائق غير ما يذوب لينا الفرماج، وصافي كنخرجوه. وانتم كتشوفوا كتجي هائله جدا. طريقه جديده وزوينه ونتمنى تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش لايك الفيديو ضروري، وتشغلوا زر الاشعارات باش يوصلكم الجديد. وهذه بعد وصفاتي السابقه. السلام لايك أزرق عليكم. للوصفة إذا أعجبتكم. اشترك في قناتنا ليصلكم الجديد. اشتراككم في القناة يساعدنا.